من بعد المحاولة الفاشلة والمكشوفة ديال الجزائر باش تسطو على القفطان المغربي وبالضبط نطع فاس، دابا عاوتاني هجموا على الزليج. هاد الناس المنهجية ديالهم ولات مفضوحة للعالم كامل، كيوجدوا ملف على شي حاجة وكيخشيو في وسطو تصويرة ولا كلمة تايهة باش يديروا عليها البروباغندا من بعد، ويعيطوا على الإذاعات والمؤثرين يروجوا للكذوب. المشكلة اليوم ماشي غير في السرقة، المشكلة هي الجهل المركب. كيهضروا على الزليج وهما كيقصدوا فن آخر ما عنده حتى علاقة بداكشي اللي باغيين يقيدوه. اليوم غادي نحطوا النقط على الحروف. أولا نقبل كل شيء، راه الزليج ماشي هو الكارلاج اللي كتشريوه من إيكيا باش تلصقوه في الدوش. الزليج علم قائم بذاته وعنده علاقة مباشرة بالأرض. باش يكون عندك زليج حقيقي خاصك الصلصال الرمادي الفريد من نوعه اللي كاين كيميائيا غير في مناطق محدودة في المغرب. هاد التربة هي الوحيدة في العالم اللي كتقدر تصبر الحرارة وتقاوم الضربة ديال المنقاش بلا ما يتهرس هذاك الشكل. فاش كتمشي لدوك الورشات في فاس كتشوف المعلم كيجلس جلسة ديال المجاهد، هاز منقاش وكيقطع طريف بطريف بمليمترات محسوبة. في الجزائر هاد الورشات ديال التقطيع اليدوي ما كاينينش، منعدمين. اللي كيبينوه هو الخزف المطلي او لا فايونس الصناعية. ثانيا كاين واحد الدليل سميتو كتاب بومهدي. بومهدي في الجزائر هو المرجع الاول في فن السيراميك عندهم، وعنده كتاب مشهور خرج في 2005 سميتو فن السيراميك في الجزائر. ايوا المضحك في هذه القصه هو ان هذا الكتاب اللي هو المرجع ديالهم ما فيهش حتى كلمه وحده على الزليج. علاش؟ حيت بومهدي كيدير لا فايونس المصبوغه وهذا الشيء بعيد كل البعد على الزليج اللي مقطع باليد قطعه بقطعه. هاد بومهدي نعس وفاق وتفكر باللي كيخدم زليج، وهذا الشيء في فيديو محطوطه في اليونسكو. ونزيدكم في الملف ديالهم جبدوا واحد القطعه ديال الزليج من مسجد في تلمسان اللي كاين في متحف اللوفر باريس، وقالوا هذه دليل. واش كيسحاب ليهم الناس ما كتقراش؟ راه حتى في المتحف مكتوبه الفتره المغربيه 1300 1500. تلمسان في ديك الوقيته كان تحت الحكم المغربي ديال المارينيين. التاريخ كيشهد باللي فاس هي اللي صدرات الفن لتلمسان وماشي العكس، والاسماء ديال المدن اللي كان تحت السياده المغربيه باينه وواضحه في كتب التاريخ الموثقه. دابا شوفوا الزليج المغربي فين واصل. فاش القوى العظمى كتبغي الفخامه والجمال ما كتعيطش لشي حد اخر، كتعيط للمغرب. الزليج هو البصمه الدبلوماسيه ديال المملكه. سيروا لنيويورك المقر الامم المتحده، كاين الزليج المغربي اللي هداه الملك محمد الخامس الله يرحمه. سيروا للجامع الكبير في باريس اللي تبنى باليدين ديال الصنايعيه المغاربه، وكاين فيديوهات في يوتيوب كتوثق هذا الشيء من الارشيف الفرنسي. سيروا لليابان، لماليزيا، سيروا لديزني لاند في ايبكوت، وحتى في النمسا كاين الزليج المغربي. هذا علم كيتصدر. الجزائر غايبه على هذه الخريطه لسبب بسيط، ما عندهمش هذيك الحرفه اللي يقدروا يبيعوها للعالم. الا بغاو يقيدوا السيراميك المصبوغ ديالهم الله يسخر، ولكن يبعدوا على سميه الزليج حيت هذيك ماركه مسجله. ومن الناحيه القانونيه الزليج الفاسي ولا التطواني راه محمي عند المنظمه العالميه للملكيه الفكريه وباسم المغرب. يعني هاد المناورات اللي كيديروا دابا في اليونسكو هي غير محاوله يائسه باش يتجاوزوا القانون الدولي بلعب الدراري الصغار. كخلاصه هادوك الاثار اللي كيشوفوا في الجزائر العاصمه ولا تلمسان ما هياش دليل على صناعه محليه، بل هي اثار ديال الوقيته اللي كان المغرب كيحكم هذيك الارض، المرابطين الموحدين المارينيين. وبلا ما نساو ان اغلب دوك المعالم ترمموا في التسعينات وفي بدايه الالفينات على يد معلمين جاو من المغرب. كما قالونا الزمان اللي ما بنى دارو بيدو ما يتسمى مول المكان، واللي سرق حرفة غيره يبقى ديما في عين الناس عريان.